كابتن خالد الغامدي يعطيك العافيه. مباراه بلا شك يعني كبيره، مباراه يعني يدخل المنتخب السعودي فيها بفرصتين. البعض متخوف من هذه الفرصتين، انتم كلاعبين او كلاعبون كم يعني كيف اعددتم لهذه المباراه؟ ما هي الكلمات التي وصلتكم؟ ما هي الاستعدادات لهذه المباراه؟ اول شيء ان شاء الله احنا اول شيء دخلنا المباراه طبعا فرصه واحده ما نفكر، لانه برضو بعد لو ينهزم الكويت تصير فرصه ثالثه لنا، لكن كل هدفنا احنا وفرصتنا الوحيده ان احنا بس نجيب 3 نقاط ونفوز وما نفكر في الحسابات الثانيه. فحظوظنا ان شاء الله انها هي كبيره باذن الله، والشباب عازمين الانتصار وعازمين الفوز ويبغون يتاهلون، يبغون البطوله مو بس يتاهلون في المباراه هذه، وان شاء الله البطوله لنا ان شاء الله يعني. 11 مباراه في دوري زين، وتجد نفسك يعني او كم مباراه لعبتها حتى الان في دوري زين؟ 12 مباراه. 12 مباراه، وتجد نفسك الان ضمن تشكيله الاخضر السعودي المشارك في هذه البطوله، وباذن الله تعالى في يعني نهائيات اسيا. ما هو شعورك انت كلاعب يعني للسنه الاولى مع الفريق نادي القادسيه؟ طبعا الحمد لله هذا حلم اي لاعب انه يوصل للمنتخب، وبرضه حلم انه ياخذ خانه اساسيه مع المنتخب. لكن الشباب موجودين، يعني اللعيبه كلهم فيهم الخير والبركه، وان شاء الله يعني بيصيروا يعني حب يجرب اللعيبه، وان شاء الله يعطينا فرصتي، واتمنى ان اخذ فرصتي عشان اثبت للمنتخب والشعب السعودي ان انا قد المسؤوليه، وان شاء الله ان اللعيبه يعني ان شاء الله ان نوصل النهائي وناخذ البطوله، فيني لعبت او ما لعبت باذن الله. خالد اشكرك، خالد اشكرك كابتن، اشكرك منصور.